السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا كده نعمل طريقة تتبيلة روعة جدا جدا جدا، هتعتمديها على طول والله. وازاي القشرة بتاعته ايه؟ مش ما تنزلش منه في الزيت. لو بتعرفيش تعمليه اعملي التتبيلة دي، بتدي طعم خطير خطير. تعالي كده نبدأ كده. نقول ايه بقى؟ نحط علبة زبادي كبيرة. تمام. تمام كده. وبعد كده هجيب بصلايه مبشوره، ممكن تبشريها في الكبه، او ما عندكيش الكبه بتبشريها بالمبشره. هاخد بس الميه بتاعتها. تمام كده. وبعد كده هجيب بقى ايه البيضه. بيضه واحده بس هحطها فيها. تمام. هنعمله كل البانيه ده ببيضه واحده بس، مش هنحط بيض تاني. تمام. هحط بقى الملح والفلفل، ومعايا هنا بقى ايه؟ الكوبيبه الصيني دي بتدي طعم خطير. اعتمديها كده يعني. جربيها. ان شاء الله هتعجبك، يعني بتغني عن اي توابل، بتدي طعم حلو قوي بالذات في الفراخ. هقلب بقى التتبيله بقى مع البانيه كويس قوي، لغايه ما كل البانيه كده ايه يشرب من التتبيله. وهسيبه ايه؟ منقوع ساعه. هغطيه واسيبه منقوع ساعه. تمام كده. بعد كده بقى هشيل الطبق من عليه، وهبتدي بقى اجيب البقسماط، وهقولك بقى ازاي تعمليه في البقسماط وما يقعش منك في الزيت. تمام. بجيب البانيه. تمام. بشيل من عليها اي سوائل كده، يعني مش كل السوائل، ونضف الزيادات كده معاكي. تمام. وبعد كده بحطها في البقسماط، ما بلمسهاش خالص. بروح بقى جايبه عليها البقسماط من فوق كده، زي ما انت شايفه، بايدي الناشفه اهو. واروح ايه مبططه عليه زي كده. تمام كده. تمام. بس اقعد بقى ابطط عليها كده وانفضها من اي زيادات برضو. ما بخليش اي زياده في التتبيله او اي زياده في البقسماط في البانيه وانا بعمله. بس كده. بعد كده بقى هاخد تانية اوريك واحده تانية، برضك بايدي الناشفه كده اروح عامله ايه؟ مبططه. تمام كده. تمام. بس في بقى خطوه مهمه قوي هقول لكم عليها. بعد الخطوه دي على طول هخلص بقى البانيه كله واقول لكم عليه. اهم خطوه بقى انت خلصتيه بقى خلاص اهو، مفيش بقسماط بينزل منه. علشان ايه؟ انا نزلت الزيادات كلها والله. لو عملتيه بالطريقه دي ومشيتي بالخطوات كويس ان شاء الله ايه هيعجبك. بس دوسوا لايك، اللي عليكم يعني تدوسوا لايك. تمام. بحط بقى هنا ايه؟ بحطه في التلاجة. اهم حاجه ان انت تحطيه في التلاجة. تمام. بعد كده بقى ايه؟ بعد ما طلعته من التلاجة شايفين؟ بسم الله ما شاء الله، انا حطيته كده ايه نص ساعه. مفيش اي بقسماط على ايدي ولا اي حاجه. دي بقى ايه سر تاني، اهم حاجه ان انت تحطيه في التلاجة. بعد كده بقى هنروح بقى للزيت، وهقول لك ازاي تعمليه في الزيت، تقليه في الزيت من غير ما القشره تنزل منك من عليه، يعني من على البانيه. اول حاجه لازم تحطيه مفروض كده عشان ما يتنيش ويعمل شكل مش حلو. تمام. والزيت لازم يكون مغلي، يعني الزيت لازم يكون سخن جدا. اول ما تحطي فيه البانيه وتخلصيه تروح ايه موطيه من عليه، يعني مش موطيه، يعني تخلي النار متوسطه. تمام. تمام كده اهو. تقفي بقى لغايه ما يحمر من تحت، وبعد كده يحمر يدي لون حلو كده. بعد كده ايه؟ هتقلبيه الناحيه التانية. بس هوريكوا لونه خطير خطير. بس لو وصلتوا لغايه هنا يا ريت تصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم وتدوسوا لايك. اهو شايفين اللون جميل، تحفه تحفه تحفه. بعدين بقى هخلص بقى هطلع الحبه دول واخلص الكميه كلها. تمام. هطلعهم بقى في مصفى على مناديل، يعني ايه؟ لو ما عندكيش مناديل هتحط على مصفى عادي، ومفيش يعني حاجة. خلص بقى الكمية كلها. تمام. ولو قل منك الزيت زودي زيت، يعني ايه؟ زودي زيت عليه. تمام كده. خلاص. بصي بقى طري وجميل ازاي ومقرمش من بره، تحفة تحفة تحفة.
والله يا ريت تشوفوا الفيديو لاخره يعني. جميل جميل. اهو هوريكم بقى طري ازاي والفراخ مستويه ازاي من جوه. بجد حاجه جميله قوي. يلا بقى انا وصلت لغايه هنا، يا ريت تدوسوا لايك وتصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مطبخ صحن النصر.